تفتكر بعد الإعلان الرسمي ده وبعد ما النادي الأهلي جدد عقد إمام عاشور، تفتكر إيه المحتوى الرياضي اللي ممكن يتقدم في مصر سواء على التلفزيون أو على السوشيال ميديا؟ يمكن كان الحوار اللي شاغل الكل الفترة اللي فاتت من بعد كأس العالم لعند امبارح بس هو تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي، وإمام عاشور مش عايز يكمل، إمام عاشور عايز يمشي، إمام عاشور عايز فلوس كتير، إمام عاشور إمام عاشور. مش كان ورانا محتوى الفترة اللي فاتت غير عن إمام عاشور بس، مع إن الدوريات بدأت والدوري المصري بدأ وكل الكلام ده، والزمالك عنده مشاكل وبيزر مش عايز يرجع وقصص كبيرة كده، وتلاقي إمام عاشور هو الحوار اللي شاغل الكل. فالحمد لله إن الأهلي خلصنا من السرطان بتاع حوار إمام عاشور ده. يمكن أنا اتكلمت في القصة دي امبارح وقلت إن الحوار ده سرطان، ولازم النادي الأهلي يخلص منه، ولازم النادي الأهلي يقفل حنفية التسريبات وحنفية التصريحات الكبيرة جدا، سواء من الصحفيين أو من الإعلاميين أو من وكيل الأعمال اللي معرفش جايبينه منين ده، اللي هو آدم وطني، اللي طلع برضه في تصريحات قبل كده ومعرفش ايه. وسمعنا النهارده ان هو ممكن يقدم اصلا يرفع شكوى ضد امام عاشور لو مش اداله العموله بتاعته. عشان تعرف بس ان الراجل ده اصلا هو هدفه هو مصلحته الشخصيه، هو عايز يعلي من قيمه امام عاشور قوي في موضوع الفلوس عشان يطلع له عموله حلوه، عايز يجيب له عرض من بره عشان يطلع له عموله حلوه، هو بيدور على كده، هي دي مصلحته. فما تقوليش بقى ان هو من مصلحته ان هو يمدد في الاهلي والكلام ده، مفيش الكلام ده. فاكتر حد فرحان فيه بصراحه هو ادم وطني ده، عشان يهدى بقى شويه ويبعد بقى عن النادي الاهلي، لان هو مش قد النادي الاهلي. وامام عاشور جدد بشروط النادي الاهلي برضه، امام عاشور مدد موسمين تاني غير الموسمين اللي لسه في عقده بشروط النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص نزل سقف الرواتب، النادي الاهلي حط نظام، حط سيستم هيمشي عليه وهيمشي على كل اللعيبه. عايز تكمل معايا اهلا وسهلا، مش عايز تكمل معايا هات عرض وامشي. انا حطيت فيك رقم معين وقلت هات الرقم ده وامشي، انا ما عنديش مشكله. انت ما جبتش الرقم ده، رايح جايب لي عرض باربعة ونص مليون على 3 سنين. ليه يا عم؟ احسن لاعب في مصر اتحط في الرقم ده ازاي؟ مش نختلف طبعا على امكانيات امام عاشور وقيمته الفنيه، بس امام عاشور دماغه مسوحاه والدايره اللي حواليه مسوحاه. فالحمد لله ان الاهلي خلص من القصه دي، والاهلي قفل القصه دي عشان بقى نعرف نركز مع الفرقه ونعرف نركز مع اخبار الفرقه ونشوف مصيرنا ايه في الموسم ده، عشان ما يحصلش معانا نفس اللي حصل الموسم اللي فات. انا مش عايز اشوف النادي الاهلي في نفس الوضع بتاع الموسم اللي فات، ان انا اطلع بدون ولا بطوله غير كاس السوبر بس. فانا مش عايز اشوف الاهلي كده طبعا، ما اتمناش ان انا اشوف الاهلي كده تاني. فالحمد لله خلصنا من القصه دي وقفلنا بقى الصفحه دي خالص عشان نركز، وقفلنا السرطان بتاع دوشه امام عاشور ده. واللاعب خلاص بقى في النادي الاهلي اللي عنده 20 30، والنادي جدد للاعب، واللاعب مستمر مع النادي الاهلي، وكل الاطراف مرضيه في الاخر. والحمد لله ان القصه دي اتقفلت وخلصت على خير. والراجل ده عصام سراج الدين، شابوه على الشغل اللي بقدمه. بقينا بنسمع عن الصفقة، الراجل ده قريب من النادي الأهلي، بعدها تلاقي النادي الأهلي ممضي الراجل وجايبه أيا كانت إيه الصفقة. فشابوه للراجل ده اللي